بيبدأ فيلم الرعب مع سميدي وهو بيصلي الفجر، واللي بيكون أب الأسرة مسلمة وعايش معاهم في قرية فقيرة. وبيخلص سميدي صلاته وبيروح يصحي بنته رايو عشان تصلي هي كمان. فبتقوم رايو تتوضع عشان تستعد للصلاة، وفي وسط ما رايو بتغسل وشها بتلمح جسم غريب بيعدي من جنبها. فبتبص رايو حواليها لكنها ما بتلاقيش حاجة. فبتكمل رايو وضوءها وبتغسل رجليها، لكننا بنلاحظ ان نفس الجسم الغريب بيعدي المرة دي من على يمينها. فبتاخد رايو بالها من حركته لكنها ما بتقدرش تشوفه كويس بعينيها. وبترجع رايو تاني للبيت عشان تطمن على اختها الصغيرة انها كويسة قبل ما تبدأ صلاة الفجر. وبتلاقي انها نايمة من غير اي مشاكل، وان البيت كمان مفيش حد دخله. فبتفهم رايو انها كانت بتتخيل وبتبدأ تصلي بشكل طبيعي. وبتركع رايو اول ركعة في الصلاة، وبنكتشف ان الجسم الغريب اللي هي شافته واقف وراها وهي بتصلي، لكنه بيختفي مع الركعة التانية ليها. وبتسمع رايو صوت مخيف بعد ما بتقوم من على الارض، وبتبدأ تتخض على اهلها اللي نايمين في البيت. فبتسرع رايو من رتم الصلاة عشان تطمن على اهلها بسرعة، وده لانها قلقانة عليهم والصوت اللي سمعاه ما بيخلص. فبتخلص رايو صلاتها وبتجري على الأوضة اللي خارج منها الصوت، وبتلاقي رايو ان في حرامية في البيت وبيحاولوا يخلصوا على ابوها. فبتترعب رايو من الخوف على ابوها، وبيجري حرامي من اللي في البيت عليها عشان يسكتها وما تفضحوش في القرية. وبيضربها الحرامي على وشها وبيسد بقها بايده عشان ما تصرخش. وبتشوف رايو ابوها وراسه بتتقطع قدام عينيها، وبتكون مش مصدقة اللي بيحصل لحد ما بتحاول تقاوم الحرامي اللي ماسكها وبتعضه بشراسة في جزء من وشه. فالحرامي بيزقها بعيد عنه وبتحاول تجري على ابوها عشان تنقذه، لكن الحرامي يخلص عليه وبيعورها بالسيف في ايديها. وبتقع رايو على الارض من قوة الضربة وبتفقد الوعي. وبنشوف الاسعاف وصلت البيت وبترجع رايو لوعيها من تاني. وبتلاقي رايو ان كل سكان القرية بيطلبوا خروجها ومش عايزين يشوفوها لا هي ولا عيلتها من تاني. وبتاخد رايو بالها ان في شخص من سكان القرية حاطط لزقة على خده في نفس الجزء اللي عضت رايو الحرامي اللي كان ماسكها فيه. وبعد اللي حصل بفترة طويلة بنروح وبنشوف رايو شغالة في محل ملابس في القرية، وبتقول لها المديرة صاحبة المحل اللي هي شغالة فيه ان هي اللي هتمسك الشغل بنفسها في المحل الفترة الجاية عشان هي هتطلع عمرة ومش هتبقى فاضية خالص ولا عايزة تتواصل مع حد وهي مسافرة. وبتقاطع كلامها تيكا وبتتريق على رايو وعلى شكلها. وبتكون تيكا شغالة في محل ملابس جنبهم لكنه ما فيهوش زباين على عكس محل رايو. وبتفضل تيكا حاطة عينيها على رايو عشان غيرانة من ان محلها شغال وهي لا. فالمديرة بتقول لرايو تتجاهل تيكا وتركز في شغلها وبس، ومهما حاولت تيكا تضايقها ما تعمل لهاش حاجة عشان ما يحصلش مشاكل معاها ويطلع عنهم سمعة وحشة في السوق. فبتسمع رايو كلامها وبتقول لها تاخد بالها من نفسها كويس في السفر. وبيودي راتمان شوال هدوم لمحل رايو، وبنعرف ان راتمان يبقى عامل من عمال السوق وبيوصل شوالة الهدوم للمحلات بعد ما بتخرج من مصانعها. وراتمان بيقول لرايو انها لو احتاجت اي حاجة تقدر تطلبها منه، خصوصا انها منقولة للقرية من فترة قصيرة ومش واخدة على اجواء والتعاملات اللي فيها. فرايو بتعرفه على نفسها وبعدها بيسيبها وبيمشي عشان يكمل شغله. وبتخلص رايو شغلها في المحل وبتقفله عشان ترجع على بيتها. وبتسمع ريري اللي بتكون مرات ابوها واتجوزها قبل ما يحصل له اللي حصل، وهي بتتكلم مع سنتو ابو ريري وبيكونوا بيتكلموا في الاساس على رايو. وبتقول ريري ان رايو عايزه تشتغل عشان تساعدهم في شغل البيت. فبيقول لها سنتو ان رايو مش هتستحمل الشغل في القريه وان الاحسن لهم انهم يقعدوا في البيت عنده، وهي لو عايزه تشتغل مكانها تشتغل عادي. فبتدخل عليهم رايو وبيديها سنتو فلوس عشان لو احتاجت حاجه تشتريها بيها. فبتاخد رايو الفلوس من غير ما تتكلم معاه، وبتروح تقعد مع اخوها الصغير اجي اللي بيكون ابن ريري وبتديله لعبه هديه منها. فبيقول لها سنتو ما تجيبش لعب تاني لاجي عشان حرام وانها كده ممكن تفسد اخلاقه، ويا ريت تعلمه فنون القتال وازاي يدافع عن نفسه احسن. فبتطنش رايو كلامه وبتاخد اجي وبتطلع على اوضتهم. وبتسمع رايو صوت سنتو وهو بيكلم ريري وبيقول لها ان سميدي كان موصيه يبيع البيت اللي هم قاعدين فيه دلوقتي، وده عشان الناس ما كانتش بتحبه بسبب اللي بيعمله وهو عايش، وكان متوقع انه لما يموت هيخلصوا على اولاده من بعده، عشان كده وجودهم في القرية هيسبب خطر كبير على حياتهم. وبتروح بعد كده رايو لبيت سارو واللي بيكون جارهم في القرية وصديق قديم لابوها. وبتفضل رايو تدور عليه في البيت لكنها مش بتنساه لما بتشوف سولجان عنده على شكل تعبان. فبيظهر سارو مرة واحدة وبيلاقيها سرحانة في السولجان. فبيقول لها ان ابوها اداهوله وقال له يخلي باله منها كويس وهو محتفظ بيه عنده عشان يفتكر ابوها كل ما يبص له، وفي نفس الوقت ينفذ وصيته بحماية السولجان لانه مقدس ومش اي حد يستعمله. فبتحاول رايو تداري خوفها من كلامه وبتقول له انها جت عشان تديله شوية موز كهدية من ريري. وبتخرج رايو من البيت لكن سارو بيوقفها وبيقول لها انه سمع كلام من سكان القرية ان سنتو عايز يبيع المحل بتاعهم في القرية، ويمكن ده اللي مخليها مش بتحبه عشان هي متمسكة بالمحل ومش عايزة تبيعه. ولو ركزت كويس في الناس اللي حواليها هتلاقي ان ممكن يبقى في منهم ناس متدينة وبتاعة ربنا لكنهم في الاصل منافقين وما يهمهمش غير
مصلحتهم وبس، وسنتو يبقى من الناس دي، فيا ريت تاخد بالها من تصرفاته كويس معاها هي وعيلتها. وبتروح رايو برجليها لبيتهم القديم قبل ما يغيروه ويقعدوا جنب سوق الهدوم، وبنعرف ان البيت اتحول لجامع من بعد اللي حصل لسميدي. وفي نفس الوقت بنشوف مؤذن من القريه بيصلي في الجامع، وبيلاحظ المؤذن ان في ايد بتتحط على كتفه وهو بيصلي، بالرغم من انه عارف ان مفيش حد في الجامع غيره. فبيخاف المؤذن وهو بيكمل صلاته، لكنه بيحاول يوهم نفسه انه بيتخيل. وبيركع المؤذن في صلاته وبيلاقي النور حواليه مش ثابت، وبتفضل اضاءة الجامع تنور وتطفي، لكنه ما بيوقفش، وبيقوم من الركعة الاولى وهو بيكبر. فبيسمع فجأة صوت تكبيرات وراه، وبيظهر فعلا ناس وراه بتكبر، لكن ايديهم مش بتقول انهم بشر عاديين. وبيبص المؤذن وراه عشان يتأكد اذا كان في ناس فعلا وراه ولا لا، فبيلاقي وشوش غريبة باصة ناحيته، وبيبان انهم مستنيينه يخلص صلاة عشان يخلصوا عليه. لكن بيلف نفسه مرة واحدة وبيختفي كل اللي كانوا وراه، وبياخد المؤذن جزمته من الجامع وبيخرج منه جري. فبتشوفه رايو وهو بيجري وما بتكونش فاهمة ايه اللي حصل له خلاه يجري بالطريقة دي من الجامع. وبتدخل رايو للجامع وبتبدأ تدور على السبب اللي خلى المؤذن يجري، لكنها ما بتلاقيش حاجة. وبتلبس رايو لبس الصلاة وبتبدأ صلاتها بشكل طبيعي، لحد ما بتحس بصوت همس في ودنها بيصلي معاها. فبتصلي رايو بسرعة عشان تعرف مين اللي بيهمس وراها، وبتبوظ إضاءة المكان زي ما حصل مع المؤذن، وبيظهر وراها نفس الكائنات تاني، لكنهم بيكونوا قريبين منها عن المؤذن. وبتكمل رايو صلاتها وبتبص وراها عشان تشوف اذا كان في حد بيتكلم وراها فعلا ولا لا، ومش بتلاقي حاجة، لكنها بتتفاجئ بوشوش مخيفة حواليها. فبتقوم من على الارض مفزوعة وبتخرج بره الجامع بسرعة. وفي تاني يوم في السوق اللي شغالة فيه رايو في المحل بتاعها، بنلاقي تيكا واقفة مع زباين عندها وبتحاول تقنعهم يشتروا من عندها، لكن الزباين بيطنشوها وبيروحوا عند محل رايو يشتروا منها هي. وبتفتكر تيكا ان رايو بتعمل كده عن قصد عشان تضايقها، فبتقول لها ان اللي هي بتعمله ده اسمه خيانة، وباين قوي انها مش هتسكت غير لما تسحر زباين السوق زي ما ابوها كان بيسحر للناس عشان يشفيهم من امراضهم، وان يا ريت هي وباقي اهلها يسيبوا القرية عشان يرتاحوا منهم ومن سحرهم. وبنلاقي رايو بص على تيكا بكل هدوء، وبتتغير ملامح وشها فجأة، وبتجري على تيكا وبتحاول توقعها على الارض وتخنقها. فالناس اللي في السوق بيشوفوا رايو واللي بتعمله في تيكا وبيحاولوا يفصلوا ما بينهم، ومن ضمن الناس دي كان راتمان اللي بياخد باله ان رايو بتعمل كده وهي مش في وعيها. فبيحط راتمان ايده على راس رايو وبيقرا اذكار عشان ترجع تاني لوعيها، وفعلا بترجع تاني رايو لرشدها، وبتسيبهم وبترجع بسرعه على البيت. وبعد وقت طويل من قعدها في البيت بنلاقي ريري طالعه لها وبتقول لها انها عرفت اللي حصل معاها في السوق، وبتسالها اذا كانت راحت تصلي في الجامع فعلا زي ما الناس بتقول ولا لا. لكن رايو بتقطعها وهي متوتره، وبتقول لها انها راحت بس ما حصلش معاها حاجه ولا شافت حد فيه. فبتقول لها ريري انها لو شافت اي حاجه غريبه في الجامع وهي بتصلي تتف 3 مرات من على شمالها وتقرا المعوذتين. فبتسمع رايو كلام ريري وبتروح للجامع تاني، وبتلاقي مصلي واقف بيصلي لوحده وظهره وجعه جدا من غير سبب. ولما بتبص عليه رايو بتلاقي طفل شكله مرعب متعلق في ظهره وهو اللي مسبب له الوجع، لكنها بتفتكر ان دي مجرد تهيؤات وبتتوضع عشان تبدا صلاه. وفعلا بتدخل رايو الجامع وبتصلي عادي جدا، ومع سجودها على الارض بتلمح راجل شكله مخيف لكنه بيختفي في نفس الوقت. فبتعمل رايو اللي امها قالت لها تعمله لو شافت حاجه غريبه، لكنها بتتفاجئ براس مقطوعه قدام عينيها وبترجع لورا عشان تهرب، لكنها بتلاقي كائنات مخيفه حواليها وبتحاول تقيدها معاهم، لكنها بتقلع هدوم الصلاه وبتجري من الجامع باسرع ما عندها عشان تنقذ روحها من تحت ايديهم. وبنفهم من اللي حصل ده ان كل الارواح اللي كانت بتساعد ابوها في شغله في العلاج الروحاني بقت ملازمه رايو من بعد ما مات، وهتفضل تتورث لاولادها هي وكل السلاله بتاعتها. وبنشوف ام تيكا هي وكل اهل القريه عند بيت رايو وبيتكلموا مع ريري بخصوص اللي بنتها عملته في تيكا. وبتقول ام تيكا انها عارفه هي واهل القريه ان جوزها كان معالج روحاني وبيستخدم السحر في علاجه، وده اللي خلاها هي وبنتها يبقوا مش مجرد بشر عاديين، وفي عين كل الناس هم ممسوسين من سحر سميد الاسود. وساعتها بتوصل رايو عند البيت وبتاخدها ريري في حضنها بسرعه عشان محدش يعمل لها حاجه. وبتقول رايو انها سمعت كل اللي هم قالوه عليها هي وامها، وبتعتذر لام تيكا وبتقول انها مش هتقرب من بنتها ولا هتفكر تاذيها تاني، وبتمد ايديها عشان تسلم عليها، لكن ام تيكا بترفض تسلم عليها وبتقول لها انها هتطلع زي ابوها وهتقضي طول حياتها ساحره. وبتمشي تيكا هي وامها وبيمشي وراهم باقي اهل القريه، وبتدخل ريري ورايو البيت وبيقعدوا مع بعض، وبتنصحها ريري تتصرف بشكل طبيعي مع الناس وما تتهجمش على حد تاني، وان كفايه عليهم قوي الاهانه اللي بيتعرضوا لها بسبب سحر ابوها. فبتقول لها رايو انها عايزه تعمل اللي هي نفسها فيه براحتها في القريه اللي اتولدت فيها، وده اكيد مش حاجه غلط ولا حرام. فبترد عليها امها بانها تسمع كلامها وبس، ولو هي مش عاجبها القعده مع اهل القريه بعد ما بقوا كلهم بيكرهوهم فممكن
بيسيبوا القرية خالص ويروحوا يقعدوا مع سنتو في بيته. فبتتعصب رايو من كلام امها وبتقول لها ان دي اخر حاجة ممكن تفكر فيها، خصوصا بعد ما اكتشفت عنه انه كان بيكره ابوها ونفسه لحد دلوقتي ياخد كل ثروته. وبنشوف رايو بتسيب ريري لوحدها بعد ما قالت لها حقيقة سنتو، وبترجع تاني للجامع بالعندي فيها هي واهل القرية، وده عشان مفيش حاجة تقدر تمنعها من الصلاة في بيتها القديم. وبتلاقي وهي داخلة رتمان لسه مخلص صلاة، وبيقول لها قبل ما يخرج انه لسه مخلص صلاة في الجامع وما شافش ولا حصل له اي حاجة، وان ده اكد له ان كلام اهل القرية عليها كذب ومش حقيقي. فبتستغرب رايو من كلام رتمان قبل ما يسيبها في الجامع لوحدها، وبتروح تصلي. وبتلاقي رايو ان في حركة غريبة بتحصل في الستارة اللي قدامها، فبتبص رايو وراها وبتلاقي نفسها وهي صغيرة ونايمة على رجل واحدة من الارواح. فبتقلع رايو هدوم الصلاة وبتخرج من الباب، لكنها بتكتشف انها دخلت متاهة مليانة ارواح بتتجمع حواليها ومش عارفة تهرب منها، لحد ما بتلاقي ايد بتشدها بره الجامع، واللي بتكون ايد سارو اللي بيهديها وبيعرفها حقيقة اللي هي شافته. وبيقول سارو ان كل اللي هي بتشوفه ده عبارة عن دلائل من الارواح اللي كانت بتساعد ابوها في سحره، انهم هيفضلوا معاها في اي وقت واي مكان عشان يحموها من اي محاولة اذى تتعرض لها، وده حصل بسبب الالم النفسي اللي عندها من بعد وفاة ابوها. فعشان كده الارواح قرروا يتدخلوا في حياتها ويبقوا دايما حواليها. وبالرغم من ان دي حاجة لسه متعرضة لها جديد، الا ان ده ما يمنعش وجود بوادر للموضوع ده من صغرها، عشان سنتو وسميدي مارسوا على جسمها طقوس استحضار الارواح دي وهي عندها 5 سنين بس. فبترجع رايو لبيتها وهي مش مصدقة ان دي حقيقة اللي بيحصل معاها، وبتقعد على المكتب بتاعها وبتبص لصورتها مع اجي، لكنها بتنعس وبتقرر تنام شوية على المكتب، وبتتفاجئ بايد مخيفة بتتحط على راسها بتخليها تقوم وهي في محل الملابس، وبتكتشف ان الايد اللي اتحطت على راسها دي كانت كابوس بتحلم بيه. وبتبص حواليها على باقي المحلات وبتلاقي نفسها قادرة تشوف الارواح الشريرة موجودة وسط السوق ومحدش واخد باله منهم. وعلى الناحية التانية من السوق بنشوف زباين عند ام تيكا بيسيبوها وبيروحوا عند ريري عشان يشتروا منها، وهنا بيتكرر نفس موقف تيكا مع رايو، وده عشان امها راحت عند ريري وقالت لها انها بتجيب الزباين ناحيتها عشان بتستخدم السحر عليهم وبتخليهم ما يشتروش من حد غيرها. وبترمي ام تيكا كل البضاعة اللي عند ريري، وبتشوفها رايو من بعيد وهي بتهزق امها، وبنشوف تعبان خارج من جسمها وبيزحف ناحية ام تيكا عشان ينتقم من اللي عملته في امها. وبنشوف ام تيكا بتحس بوجع شديد في رجلها وبيتلم عليها السوق كله وبيشيلوا رجل البنطلون من على رجلها، وبيتفاجئوا بان رجليها مرة واحدة من غير اي مبرر بقت مليانة جلطات، وبيتصدموا كلهم من منظر رجلها لدرجة ان رايو نفسها بتتفاجئ من اللي عمله التعبان في رجل ام تيكا، وبتتأكد ان كلام سارو عن دفاع الارواح عنها طلع صح. وفي اخر اليوم بعد ما رايو وريري رجعوا البيت بيلاقوا صوت ترزيع على باب بيتهم، وبنعرف ان اهل القرية مش قادرين يستحملوا اللي بيحصل منهم طول الفترة اللي فاتت مع تيكا وامها. فبتطلع رايو عند الباب عشان عايزة تخرج تتكلم معاهم، لكن ريري بتكون قاعدة عند باب البيت وحضن اجي وبتمنعها من الخروج، وبتقول لها انهم لو فتحوا الباب الناس مش هتسيبهم غير وهم بره القرية كلها. وبيروح سارو عند باب البيت وبيحاول يبعد اهل القرية عن بيتهم، فبيقول لهم سارو ان اللي بيعملوه ده ظلم الرايو ولعيلتها، ومش معنى ان ام تيكا اتعرضت للجلطات بعد ما كانت بتكلم ريري يبقى هو ده السبب، ويا ريت يبعدوا عن البيت بالذوق عشان ما يفضحهمش قدام ريري وولادها، وده لان اغلبهم بيستخدم السحر اصلا عشان يجيب زباين لنفسه، فيا ريت كل واحد يبص على نفسه الاول قبل ما يلوم حد غيره بريء. فبيسمع اهل القرية كلام سارو وبيرجع كل واحد على بيته من سكات، وبتطلع رايو لأوضتها بعد ما سمعت كلام سارو واتأكدت ان اهل القرية مشيوا من قدام البيت، وبتقف عند شباك في الأوضة وبتتغير عينيها للون الاسود بالكامل، وبيخرج تعبان تاني من الأوضة وبيتسرب من أوضة رايو لحد سرير ام تيكا، وبيلف التعبان عليها لحد ما بيخلص عليها. وبكده تكون الارواح خدت حق رايو بعد ما ام تيكا هاجمت ريري في السوق وضايقتها. فبتدخل تيكا على امها عشان تديها الدواء، لكنها بتتفاجئ بجسمها كله متجلط وباين على ملامح وشها انها خنقت نفسها عشان الارواح تنتقم لرايو من غير ما تسيب اي دليل ورا افعالها. وفي اليوم اللي بعده بيتجمع اهل القرية كلهم عند بيت ريري، وسارو بيكون قاعد معاهم جوه البيت وبيحاول يلاقي حل معاهم بخصوص اللي بيحصل في القرية واتهام رايو وعيلتها بموت ام تيكا. وبتقول واحدة من جيرانهم ان لازم يبقى في طريقة يعرفوا منها اذا كانت عيلة ريري هي السبب ولا لا. فبيقول لهم سارو ان بالرغم من ثقته في ريري وبنتها الا انه ما قداموش غير حل واحد عشان يثبت ده، لكنه للاسف ممكن يكلف ريري حياتها. فبتساله ريري عن الحل اللي في دماغه، فبيرد عليها سارو وبيقول لها ان مفيش غير قسم بوكونج، واللي بيكون عبارة عن تكفين الشخص اللي مشكوك فيه انه مذنب زي الاموات، وبيقسم وهو باصص للسما بانه ما عملش الذنب اللي متهم بيه، ولو الشخص ده بيكذب فروحه هتتسحب من جسمه، فساعتها وفي نفس اللحظة هيتوفى، ولو الشخص ده بريء هيفضل حي من غير ما حد يكلمه لانه مش هيكون هو
هو المذنب الحقيقي، وبنروح لمسجد مشهور في القرية عشان يتنفذ فيه القسم، وبتبدأ المراسم بتاعته على ريري، وبتتكفن في كفن ابيض من اهل القرية وما بيبقاش باين منه غير وشها عشان تعرف تبص للسما وهي بتقول القسم. وبتبدأ ريري تردد ورا سارو بانها بتقسم ببراءتها من اللي حصل في ام تيكا، وبتشوف ريري نفسها مرة واحدة في مكان مظلم بره المسجد، فبتخاف وبتحرر نفسها من الكفن عشان تعرف هي فين وبتعمل ايه في المكان اللي هي فيه. وبتلاقي ريري نفسها في المتاهة اللي رايو كانت فيها في الجامع قبل ما سارو يطلعها منه، فبتحاول ريري تخرج من اي باب لكنهم بيكونوا مليانين بالارواح، لحد ما بتبص على باب مفتوح من الابواب وبتتفاجئ برايو وهي قاعده بتصلي وحواليها ارواح ساجدين ليها، فبتصرخ ريري عليها عشان تلحقها من اللي هي فيه، لكنها بتفوق فجأة وهي في الكفن وبتلاقي نفسها كانت في رؤية، بس مش اي رؤية، دي كانت عشان تعرفها حقيقة رايو بان الارواح بقت بتحميها وهي السبب في كل الاذى اللي حصل في القرية. وبعد ما ريري فاقت ولقوها اهل القرية لسه حية بيتأكدوا انها بريئة وملهاش دعوة باللي حصل، وبترجع ريري على البيت وبتقعد مع رايو عشان تقول لها اللي حصل معاها، وبتقول ريري انها شافتها في رؤية وهي في الكفن، لكن رايو ما بتردش عليها وبتفضل ساكتة، فبتغير ريري الموضوع وبتقول لها ان سميدي ساب ثروته لسانتو وكمان الاراضي بتاعته اللي كان عايز يبيعها قبل ما يتوفى، فبتقطعها رايو وبتقول لها ان الحاجات دي المفروض تبقى ملك ليها هي واسرتها مش سانتو، وان كل الكلام اللي قاله لها بخصوص ان سميدي ساب له ثروته واراضيه ده كذب ومش حقيقي، وانه بيعمل كده عشان طمعان في ثروته مش اكتر. فريري بتعارضها وبتقول لها ان سنتو كان من اقرب الناس لابوها واستحاله يكون بالصوره اللي هي شايفاه بيها دي، وبتتحول ملامح رايو مره واحده لملامح شريره، وبتقول كلام خارج عن وعيها، وهو ان سنتو من اول ما عرف ابوها وهو طمعان في ثروته، وحتى امها كان عايز يتجوزها قبله، ولما توفى ما سابوش غير وهو حاطط عينه على ثروته وممتلكاته وعايز ياخدها، ده غير ان هو اللي خطط للجريمه اللي اتعرض ليها ابوها. والدليل هو انه كان بيتكلم مع واحد من الحراميه اللي هجموا على بيتهم في الوقت اللي كانت الناس متجمعه فيه عند البيت بعد ما الاسعاف وصلت عنده، واللي خلاها تعرف ان سنتو على معرفه بالحرامي هي التعويره اللي رايو عملتها له وهو لابس القناع لما حاول يخنقها قبل ما اللي معاه يخلصوا على ابوها. فبتصرخ ريري من صدمتها من اللي بتسمعه، وبتخرج رايو من البيت على مديره محل الهدوم اللي هي شغاله فيه وبتطلب منها ترجع الشغل تاني، لكن المديره بترفض وبتقول لها انها سمعت بكل اللي حصل منها هي واهلها بعد ما رجعت من السفر ومش هتقدر تشغل عندها واحده ممسوسه زيها. فبتتحرج رايو من كلام المديره وبتسيب المحل وبتمشي وبترجع على الجامع وبتفضل تعيط من كتر اللي حصل لها بسبب ابوها وشغله في السحر، وبتدخل جوه وبتفتكر كل الكلام اللي اتقال لها والحاجات اللي اتعرضت لها بسببه، فبتصرخ من كتر ما هي مش قادره تستحمل لحد ما بتتفاجئ بالارواح وهي بتتغذى على روحها اكتر، وبيخرج تعابين من بقها وبيتسللوا بره الجامع، وواحد منهم بيروح ناحيه مديره المحل وبيخلص عليها عشان ينتقم من اللي هي عملته فيها. وبنشوف اجي بيطلب من ريري انه عطشان وعايز يشرب، فريري بتاخد بالها ان في تعبان في البيت وده بيكون التعبان التاني اللي خرج من بق رايو، فريري بتبعد اجي عن التعبان اللي بتلاقيه مره واحده في وشها وبتمسكه قبل ما يهجم عليها وبتحاول تخبطه في اي حاجه عشان تخلص عليه، لكننا بنلاقي رايو داخله البيت جري وبتحاول تبعد ريري عن التعبان، وبيبان انها شايفه حاجه في التعبان ريري مش شايفاها، لكنها بتزق رايو بعيد عنها وبتتخبط دماغها وبتقع على الارض من كتر الوجع اللي بتحس بيه، وريري بتصر انها تخلص عليه عشان ما يأذيش حد من اللي في البيت، وبتفضل تضربه في مكتب جنبها لحد ما بيقع على الارض، وريري بتاخد نفسها بعد ما خلصت عليه، بس الغريب انها ما خلصتش على التعبان، دي خلصت على اجي، وبنكتشف ان رايو كانت عارفه ان التعبان هياخد روحه وكانت بتحاول تمنع ريري من اللي بتعمله فيه عشان ترجع اجي لصورته الطبيعيه من تاني، لكنها للاسف ما قدرتش تعمل لها حاجه بعد خبطه راسها، وبتكون ريري في حاله صدمه من اللي عملته في ابنها من غير ما تقصد، وبتنهار من العياط على ابنها، وبيظهر سميدي فجاه وبتشوف ريري وهو مدد لها ايده وعايزها تسمع كلامه، وبتشوفها رايو وهي بتحاول تخلص على نفسها من غير ما تعرف ان سميدي هو اللي عايزها تعمل كده، فبتحاول تقوم تنقذها لكنها ما بتقدرش من تاثير الخبط عليها، وريري بتشنق نفسها بحبل بعد ما خلصت على ابنها وهي مش مستوعبه ان ارواح سميدي هي السبب في كل اللي حصل. وبنلاقي سنتو واخد رايو معاه على بيته بعد ما تبلغ باللي حصل من اهل القريه، وبتقعد في اوضه مع مراته شاكي اللي بتحاول تطمنها وتهديها من اللي مرت بيه طول الفتره اللي فاتت، وبتقول لها انها عارفه قد ايه هي بتكره سنتو وانه كل اللي هي فاكراه عنه مش صح، لانه يعتبر اقرب صديق لابوها ومش هيفكر في يوم يكون سبب في خراب اسرته، ولو على الفلوس فهو مش محتاج لان سنتو غني ومش بيفكر في الفلوس عشان ببساطه ما عندوش اكتر منها. وبتطلب شيكي من رايو انها ترتاح وتنام شويه عشان جسمها يتحسن، وبتقعد شيكي مع سنتو وبتقول له انه لازم يتصرف ويشوف حل في الارواح اللي ساكنه جوه رايو، وبتعرف شيكي سر ارواح رايو لانها دارسه السحر الاسود كويس وعارفه تاثيره بيكون عامل ازاي في اللي زيها، وبتبلغه انها بعد ما سمعت منها اللي حصل
حصل لها قبل ما تفقد الوعي استنتجت ان اللي فيها ده له علاقه بالجامع، وان في لغز جواه بيشدها ناحيته، ولو قدرت توصل له هترجع رايو تمارس حياتها بشكل طبيعي. وفي نفس اليوم وقت الفجر بنشوف شيكي بتقوم من النوم على كابوس وهي مخضوضه، وبتصحى شيكي وبتقول له انها شافت رؤيه وهي نايمه بان في صلجان على شكل تعبان ولازم يروح يجيبه عشان ده مفتاح الشفاء بتاع رايو. فبيسمع سنتو كلام مراته وبيروح الجامع تاني يوم هو وحراسه عشان يلاقوا الصلجان، وبيدور سنتو عليه في الجامع كله هو واللي معاه لحد ما بيبص للسقف وبيلاقي فيه فتحه شكلها غريب، فبيأمر حراسه انهم يشوفوا ايه اللي مستخبي ورا الفتحه دي، وبيلاقي سنتو فيها صوره لرايو ومعاها جمجمه وملفوفين بقماشه بيضه، وبنكتشف ان اللي كان بيحصل لرايو في الجامع كل ده وكان سبب في دخول الارواح لجسمها معمول بفعل فاعل. وبيدخل بعدها على سارو وبيوريه اللي لقاه في الجامع، وبيخلي رجالته تفتش بيته وبيلاقي في الصلجان اللي شافته شيكي في كابوسها، فبيحاول سارو ياخده منهم لكنهم بيمنعوه، وبنكتشف ان هو اللي ورا كل اللي حصل لرايو من الارواح، وبيقول لهم سارو الحقيقه بان هو السبب فعلا وعمل كل ده عشان هو معالج روحاني في نفس المكان زي سميدي لكنه ما كانش شاطر زيه، فاستخدم السحر اللي بيشفي بيه الناس ضد سميدي نفسه، وده عشان يجذب اهل القريه ناحيته هو ويدمر سمعه سميدي وسطهم ويبقى هو شغال اكتر منه. فبيحذروا سنتو من القرب من عيلته تاني، ولو ده حصل فهو مش هيسيبه وهيخلص عليه بنفسه. وبيرجع سنتو بالسلجان لبيته وبيجهز طقوس خروج الارواح من رايو قدام كل سكان قريته، وبتلاحظ رايو ان الحرامي اللي يعرف سنتو قاعد وسطهم، وبتبدا الطقوس وبيسال سنتو رايو اذا كانت جاهزه لخروج الارواح منها ولا لا، فبترد رايو بكل ثقه وبتقول له انها مش هتسمح للارواح بالخروج من جسمها. فبيطلع سنتو ميه مقدسه وبيرشها في وشها، وبتبدا رايو تصرخ بشكل مخيف عشان الارواح بتقاوم وبتحاول تفضل قاعده في جسمها، وبيقع كل الموجودين على الارض مره واحده وبتنطفي كل انوار المكان، وبنشوف رايو بتصعد من على الارض وبيحاول سنتو يهديها وبيقول لها انه يبقى جدها واستحاله يأذيها، فبتتكلم رايو معاه بوش مختلف عن طبيعتها وبنبره على غير العادي بتاعها، وبتقول له ان هو سبب في اللي حصل لابوها عشان كان عارف مين اللي خلص عليه وفضل ساكت. فبيصرحها سنتو بالحقيقه وبيقول لها ان الشخص اللي هي بتتكلم عليه ده يبقى وحيد ابنه، وعمل كده بعد ما سارو وزه على سميدي عشان يخلص له عليه، وهو اتعامل مع سارو بنفسه وقال له يبعد عنها هي وعيلته كلها. وفي نفس الوقت اللي بنشوف فيه سنتو بيطلب من رايو تسامحه انه خبى عليها الحقيقه، بنشوف وحيد بتدخل فيه ارواح من اتباع رايو وبيقوم وهو فاقد وعيه وبيضرب ابوه وبيخلص عليه بامر من ارواح رايو، فبتحاول شيكي توقفه عن اللي بيعمله لكنه بيخلص على ابوه وبيخلص على نفسه بعدها على طول، ورايو بتهبط للارض بعد ما انتقمت من كل اللي دمروا عيلتها، وبتروح ناحيه شيكي وبيبان انها عايزه تخلص عليها هي كمان، لكن شيكي بتلحق نفسها في اخر ثانيه وبتحط ايديها على راس رايو وبتقرا عليها قراءات عشان تخرج منها الارواح، فبتكمل طقوس الخروج وبنلاقي الارواح سابت جسم رايو نهائي وبتقع رايو في حضن شيكي بعد اللي حصل. وبنروح بعدها بفتره قدام قبر سنتو وبنلاقي شيكي ورايو قاعدين سوا بعد ما قرأوا عليه الفاتحه، وبتقول شيكي رايو ان اللي كان جواها ده يبقى خنزب واللي بتكون روح شريره بتمس الناس وقت الصلاه من قوتها، بس اللي كان مأثر فيها ومخليها تعمل كل اللي حصل ده هو ان جسمها كان مليان بالارواح مش خنزب بس. وبتنصحها شيكي تكمل حياتها معاها في البيت بعد ما بقت سليمه من اي شر عشان تفضل جنبها وتحميها من اذيه الارواح. في النهايه عايزين ننوه بان الفيلم ده من وحي خيال المؤلف، وان اللي بيدخل المسجد وبيصلي دايما ومداوم على قراءه القران والاذكار ما يخافش من حاجه لان ربنا بيحميه من اي سوء وشر. سلام يا ابطال. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا، ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.